ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده بصوا بقى النص بتاعه روتين، والنص التاني هنخرج كده ونقضي اليوم بره. تابعوني لاخر الفيديو. لو اول مره بتشوفوا قناتي وعجبتكم اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه ديت المخدات اللي انا قلت لكم ان انا هفصلها. كنت جايبه متر من نفس القماشه بتاعت الستاره، فصلتها. عملت بقى مخدتين كبار اللي هما المخدتين اللي انا لبستهم دولت، وكمان اتبقى معايا قطعه كده عملتها مفرش. المتر كنت جايباه ب50 والتفصيل خد 20 جنيه، يعني عملت حوالي هو الطقم مخدتين ومفرش ب70 جنيه. طبعا لو هتشتروه جاهز اقل سعر خالص مش هتلاقوا اقل من 110. بيبقى مخدتين ومفرش. فطبعا في الوان كتيره من القماشه ديت تقدروا ان انتوا تختاروها. في برضو المفرش دوت ده شكل تاني ابيض في اسود برضو بس شكل تاني، وطبعا لو جبت تاني هبقى اوريها لكم في الفيديوهات. المهم بقى كده ظبطت الترابيزه، وكنت شلت الورد وجبت البتاع دوت اللي هو بتاع القمح، بس حسيت ان الفازه صغيره عليه وعايز حاجه ازاز وحاجه اكبر، فطبعا شلته تاني ورجعت الورد تاني مكانه. بس هو شكله حلو كمان، لونه بيج مع الركنة مع الزرع مع الفازة، شكله كان حلو بس عايز فازة تانية اكبر. فقلت بقى ايه اخليه لما اجيب فازة تانية تكون كبيرة شوية عندي. رجعت بقى كده المفرش تاني مكانه. بصوا لازم كده قبل ما امشي واسافر لازم اكون منظمه كده الشقه ومرتباها، تبقى ترتيبه سريعه. طبعا ببقى مروقاها من قبل كده، بس بيبقى بقى التاتش الاخير كده ان انا ارص المخدات، انفض، اكنس بالمكنسه، بحيث ان انا لما اجي من الصف تكون الشقه ايه نظيفه. المخدتين الكبار هم اصلا بتوع الكراسي، فانا هرصهم كده على الكراسي بالشكل ده. وشايفين بقى الشكل ايه رايكم؟ قولولي بقى في الكومنتات، وحطيلي كده اللايك وشجعيني باللايك لو لسه ما حطيتيش لايك. بصوا ايه رايكم؟ عايزه ابدل الكراسي مكان الركنه، يعني الحيطه بتاعت الشباك احط فيها الكرسيين، والحيطه بتاعت الكرسيين ديت الف كده فيها الركنه. حاسه بصوا ان انا عايزه اعمل تعديل في الركنه، عايزه اعمل كده فيها ايه اي حاجه جديده، ابدل مكانها، مثلا اعمل لها قسوه. اصلا انا عندي القسوه الخضراء اللي هي بتاعت الركنه القديمه ديت عندي موجوده، فانا لسه ما جربتش. بصوا ما عملتش في الركنه اي حاجه سايباها بشكلها كده لان طبعا شكلها جديد. بس حاسه بقى ان انا ايه ابتديت ان انا ازهق كده. انتوا عارفين ان انا بزهق بسرعه من الحاجات لما تفضل ثابته في مكانها. بحب ابدل كتير في الاماكن بتاعه العزال، ما بثبتش حاجه في مكانها. فانا بفكر برضو ممكن احط الركنه في الجزء بتاع السفره واجيب السفره مكانها، او ابدل زي ما قلت لكم كده الكراسي. لسه مش عارفه، بس بصوا انتظروا فيها. هيبقى فيه روتين قوي جدا في الركنه وفي السفره، هنبدل فيه الاماكن وبرضو هننضفها مع بعض. هنا بقى كده كنت خلصت رصيت كل المخدات ودوت الشكل النهائي بتاعها. طبعا طول النهار بحب ان الشباك يبقى مفتوح، ما بحبش اقفله خالص عشان الشقه تتهوى حلو. خلصت بقى كده ونزلنا سافرنا جينا القاهره. ركبنا على طول من المؤسسة تحرير ووصلنا بقى نزلنا عند الكورنيش الجديد او الممشى السياحي. المهم بقى قعدنا كنت انا وندى. قعدت استنيت ماما. هنا كانت ماما لسه واصله بقى، ومالك قاعد عمال بيقول لها تعالي نعمل سباق انا وانتي يا تيتا، او نمشي بالظهر، تعرفي تمشي بظهرك. فكان بيوريها ازاي ان هو يعني يمشي بظهره وكده. ده شكل البحر بالليل. البحر بصوا كان شكله تحفة جدا، والممشى السياحي حلو بجد. الواحد غير جو كده وحس ان هو ما قاعد قدام النيل. ان هو بصوا نسي كل همومه. بجد خروجه حلوة جدا، انصحكم بيها ومش مكلفة خالص. يعني التذكرة بتاعت الممشى السياحي 20 جنيه، وممكن تفضلوا قاعدين على الكورنيش من فوق. المنظر برضو حلو، بس طبعا انتوا عارفين ان محمد بيجري. بصوا هو محمد هنا كان قاعد منتظر ان الحوت يطلع له. هو مفكر ان اي بحر، كمان بيشوف فيديوهات كتيرة للحيتان وكده، بيحب الحوت هو اللي بيطلبها.
كان شافه قبل كده يعني مره صدفه معايا في فيديو، فقال لي ايه ده سمكه، قلت له لا ده حوت، فعرفوا بقى يقول لي هاتيلي الحوت. فشايف ان دوت بحر كبير، فمفكر ان في حوت، قاعد بقى مستني ان الحوت يطلع له. الماما جاي بيعمل لي ازاي اضحكهم عليه، جاي بيقول لي ماما عايز طوبه، هاتيلي طوبه. قلت له اجيب لك طوبه انا منين دلوقتي يعني؟ تيتا عايز طوبه، عايز حد في طوب في البحر. فبصوا قاعد زي ما هو قاعد كده طول اليوم، فضل قاعد جنب السور. هنا انا ومالك برضو كنا بنتصور مع بعض. مالك طبعا كان فرحان جدا، اول مرة يعني يخرج خروجة زي ديت، تعتبر خروجة جديدة ليه. المهم بقى في برضو تقدروا ان انتوا تقعدوا على الكافيهات، في مطاعم كتير، تجيبوا بقى مثلا حاجات وتقعدوا كده على الكورنيش من تحت. برضو في اماكن ان انتوا تقعدوا فيها غير الكافيهات، يعني مش حابب يقعد في الكافيهات، في اماكن. وفي بقى مراكب كتيرة جدا، كلهم طبعا حلوين احلى من بعض. ديت كانت مركب من المراكب، كل المراكب بصوا سعر واحد، سعر الفرد 50 جنيه. بتقعد حوالي نص ساعة في النيل، يعني بتمشي لحد كوبري 15 مايو، وبترجع تقوم تلف تاني لحد كوبري امبابة او بتعديه، وبترجع تقوم لفة تاني لمكانها. فبتقعد حوالي نص ساعة او اكتر في البحر. طبعا الجو كان بصوا تحفة جدا، والمناظر كلها حلوة جدا. ودوت شكل المركبة اهوت، ودوت شكل النيل برضو من المركب. فبصوا الخروجه كانت تحفه. عايزه اقول لكم بقى ان في مركب تانية لو انتوا عدد كبير مع بعض بتاخد 15 فرد غير المركب دي، انا ما صورتهاش. المركب اللي هي بتاخد 15 فرد دي بتبقى ب700 جنيه. انتوا بتدفعوا 700 او 600 تقريبا 600، وبتاخدوها بقى كلكم مع بعض 15 فرد. عايزين بقى تعملوا عيد ميلاد، عايزين تعملوا كده جولة سياحية كده في النيل، بتبقى حلوة لو في جروب كبير كده مع بعض. هنا بقى طبعا كانوا مشغلين اغاني، ده زين ابن اختي ومالك ومحمد، كانوا مبسوطين جدا. وبصوا كان يوم حلو، انبسطنا كلنا. عايزه اقول لكم بقى ان الورده اللي مع العيال ديت كان في واحده تقريبا، هي مش عارفة هي من بلد عربية، ماشية وماسكة 3 وردات ومعاها تقريبا حبيبها او جوزها. ما علينا. محمد اول ما شافها انا عايز من دي، فهي صممت ان هي تديله الوردة، قعدت اقول لها لا شكرا، قعدت بقى هي تتكلم وتقول لا لازم نديها له، فهي اللي ادت الوردة ديت لمحمد. هنا بقى كلهم كانوا بيرقصوا مع بعض. بصراحة الخروجة حلوة سواء للصغيرين او للكبار، كلنا غيرنا جو وانبسطنا جدا. ديت بقى صوري وانا في المركب، شايفين الشكل تحفة جدا. انصحكم ان انتوا تروحوها لو لسه ما رحتوش المكان دوت، روحوا وجربوا، المكان هيعجبكم جدا. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم.